في الفيديو ده هاعمل معاكم الستريبس وهاقول لِك إزاي تطلّعيه مقرمش ومش شارب زيت، وكمان التتبيلة والنكهة بتاعته تبقى قوية أوي، وإزاي تطلّعي الفراخ نضيفة وما يبقاش فيها أي ريحة زفارة. وأول حاجة هاجهزها هنا هي الbrine أو محلول النقع بتاع الفراخ، عندي بولة فيها مَيّة حطيت فيها فلفل أسود حب، وشرايح من الليمون، وضِفت عليها معلقة ملح ونُص معلقة سكر، ورشة كده من الجنزبيل البودرة وقلبتهم مع بعض كويس، وضِفت فيهم صدور فراخ أنا كنت مقطعاها بالطول بالشكل ده، أهم حاجة ما تبقاش رفيعة أوي ولا سميكة أوي عشان تستوي كويس. بعد كده نقعتهم في المحلول ده لمدة 4 ساعات، وعلشان أجهّز التتبيلة جِبت هنا عندي علبة زبادي وعصير ليمونة، وضِفت عليها بقى شوية من التوابل بصل وتوم بودرة وبابريكا وملح وفلفل أسود وشوية من الجنزبيل. الخلطة دي زوّدت عليها نُص كوباية مَيّة بس علشان تدّيني قوام يكون تقيل كده زي قوام الكيك. حطيت الفراخ في التتبيلة من بالليل لحد تاني يوم، يعني خدت ليلة كاملة في التتبيلة دي. بعد كده بقى عشان أجهّز طبقة الدقيق اللي هاغلّف بيها الفراخ، جِبت عندي هنا كوبايتين من الدقيق وحطيت عليهم نفس التوابل اللي أنا حطيتها على الفراخ. وعلشان أجهّزها للقلي بقى، جِبت الفراخ بتاعتي طلّعتها من التتبيلة، بدأت إن أنا أحطها في الدقيق وأضغط عليها كويس، وبعد كده باشيلها من الدقيق أحطها في مَيّة ساقعة بتلج لمدة 3 ثواني، وبعدين أرجّعها الدقيق تاني وأضغط عليها، وبعدين أنفّضها كويس من الدقيق ده وأقليها في زيت غزير. والتسوية هنا بتكون على نار هادية لمدة 10 دقايق، وطول ال10 دقايق دول ما بنحاولش إن إحنا نقلّب الفراخ كتير عشان القشرة بتاعتها ما تفُكِّش. هتسيبيها 10 دقايق على نار هادية، وبعد كده هتطلّعيها لمّا تاخد اللون الدهبي الخطير ده. وأهم خطوة هنا عشان تطلع مقرمشة معاكِ إنها تطلّعيها من الزيت على مصفى، بلاش تطلّعيها على مناديل مطبخ، علشان ورق المطبخ أو مناديل المطبخ بتاعة الزيت دي ممكن تطري الستريبس معاكِ. فهتطلّعي جزء من الطاسة كده وتسيبيه يتصفّى في مصفى برّه لحد ما تطلّعي الجزء اللي بعده. عايزاكم تجرّبوا الستريبس بالطريقة دي ومتأكدة إنه هيعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده.